ورجعنا معكم مشاهدينا ببرنامجكم شباب بوك بعد ما شفنا هالفاصل الصغير والسكتش اللي قدموه مجموعة من الشباب. عرفتوا أكيد شو موضوع حلقتنا اللي هي الكلاسيكو. رحبوا معي بضيوفنا في البرنامج الصحفي نائل الفقهاء، يا أهلا وسهلا فيك، والسيد رامي العروري. أهلا وسهلا فيك رامي. أهلا وسهلا فيكم. بدي أبدأ من عند رامي مصطفى. من عند رامي أهلا وسهلا فيك. رامي تعرف جمهورنا شو هو الكلاسيكو؟ أول شيء بحب أشكرك على صوتكم في البرنامج بتسمع قضايا الشباب قضايا المجتمع. الكلاسيكو هو اجت من كلمة كلاسيك هي يعني شيء قديم أو تاريخي. فمن هون انطلقت التسمية على المباريات التاريخية اللي بتصير في كرة القدم، بتكون بين فريقين متنافسين من زمان بيكونوا بتنافسوا. فبس في شرط في الكلاسيكو بجزء معظم من المشاهدين ما بيعرفوه، انه لازم يكونوا من نفس البلد بس من مدينتين مختلفات. إذا كانوا من نفس المدينة بسموه ديربي. الديربي. وهي تسمية الديربي من بلدة مشهورة في انجلترا اسمها ديربي كانوتي، اللي هي كان فيها اثنين أغنياء كانوا يسابقوا فروسية، هم الاثنين سموه سباق الديربي. ومع الزمن طاقت رامي كلامك حلو وجميل يعني عن موضوع الكلاسيكو كتعريفه. شو رأيه بالسكتش اللي شفته؟ هلا السكتش هل ممكن يصير عكس صورة حلوة يعني بين اثنين منافسين، من واحد من ريال مدريد وواحد من برشلونة. بس أنا في نقطة كثير حسيتها مهمة ومهمة جدا بالنسبة لنا كشباب، إنه أثناء المباراة إنه واحد بيجي تليفون من أهله، بيجي تليفون من عن قرايبه، خالد توفى وعادي إنه عادي أنا المباراة إنه خالي يعني مات خلص أوكي يعني. بس للأسف إنه أحيانا في إنه شباب بتلاقيه إنه من كثر اندفاعه مع المباراة انه بنسى حاله بنسى اهله. احيانا ممكن يكون بتابع في المباراه اذا عنده شغل مهم. بتتابع مباريات بس بجوز مش لهالدرجه. هو اكيد يعني بس مش الوقت المتواصل يعني. نائل فريقك المفضل؟ انا مع برشلونه حاليا. برشلونه. ورامي؟ انا بميل لمدريد بس فريقي روما. يعني في احتمال انه هسه بالاستوديو تصيروا يعني لو عرضنا لكم هسه مباراه بين برشلونه ومدريد احتمال انه انتم كمان تعمل مشكله. لا ضد التعصب. طيب رامي انت برايك يعني هاي المشاكل هاي كلها اللي بتصير، يعني احنا هون هسه ببلدنا الاردن لما تصير مباراه بين برشلونه ومدريد، طب احنا ليش بنتطاوش؟ يعني الشباب بيعمل مشكله بينات بعض على اشي برا. فاهم علي كيف يعني؟ مش مستوى جوا. يعني ايش انت بتحكي لهذا الشباب هذا الموضوع؟ شوف وشو اللي شفته بعينك؟ هي بتعمل هاي مشاكل اجتماعيه ومشاكل ماديه. مشاكل اجتماعيه بتصير بتلاقي اصحاب ممكن يقعدوا اشهر ما يحكوش مع بعض من ورا مباراه. ومشاكل ماليه بصير تكسير وما تكسير ممتلكات ناس ما لها دخل. بتلاقيهم هناك مبسوطين وسهرانين مع بعض واحنا هون لاقيين ببعض بكونوا. بالضبط. نائل، مدى ارتباط المباريات والمشاكل هاي بالعنصريه، هل لها علاقه بالعنصريه المكان اللي احنا بنعيش فيه مثلا؟ يعني شو الظاهرة؟ هي ما كانت زمان بصراحة، كانت يعني بس مش بالمستوى هذا، الآن تفاقمت الأوضاع. هلا لها علاقة بالعنصرية؟ هلا هي بشكل عام ظاهرة العنف اللي عم تظهر بين الشباب في المباريات نقدر نقول بلشت يعني بالبدايات انه كانت الشباب بين بعض كرة القدم في الحارات اللي احنا بنعرفها يعني بنلعب فيها. طبعا الدور الكبير بيجي للإعلام، وسائل الإعلام لما تدخل في الموضوع. انه زمان كيف كانت ما في عندنا التقدم التكنولوجي والتطور الموجود، حاليا وسائل الاعلام قادره انها تغطي المباريات وتبث للناس لداخل بيته يعني، وانه ما في داعي صار احيانا انه يطلع على الكافيه اللي يحضر المباراه. بالنسبه للظاهره هاي هي انا برجحها لعده اسباب. ممكن نقول اسباب تتعلق احيانا سياسيه، اسباب اجتماعيه، اسباب ماليه احيانا، والسبب الثاني ممكن الاصحاب. يعني انا مثلا بكون مع اصحابي بكون في لي انحياز لاصحابي واصدقائي، اوكي اصحابي برشلونه معناها انا برشلونه، اصحابي على فكره انت كانك بتحكي عني يعني انا هسه يعني لا بشجع لا هذا الفريق ولا هذا الفريق، بس يعني باجي على مجموعه شباب بكونوا يحضروا مباراه او شيء من النوع بتابع، بس انه بيجوا مثلا بيحكوا لي انت برشلونه ولا مدريد، بساله انت مع مين؟ بحكي لي مثلا برشلونه، بحكي له خلص انا برشلونه. في شغله انا لا محاض ولا محاض. هي هاي بتصير كثير، بتصير شغله زي الناقره بتصير يعني. وادي العزيز الله يحفظ لي اياه، الله يخلي لك اياه، كان يوم كنا نحضر مباريات بيسألنا مين بتشجعوا، نحكي له الفريق الفلاني، يروح يشجع الفريق الثاني دقاره فينا. في ناس هيك بتلاقيه ايش، انا بشجع ريال ومتعصب وكل شيء عنده تمام.
بعد اسبوع تعال عليه بقول لك انا بشجع برشلونه. هلا يعني ما في ما في ثبات. بالاشاره اللي حكى عن وسائل الاعلام، في بعض التعليقات عجبني، بيحكي انه نفس الصحفيين نفس المعلقين بيشدوا شوي بلهجاتهم، بيكون شيء استفزازي من خلال تعليق بتلاقيه استفزازي. مزبوط. يعني بتلاقي استفز الجمهور انه يسحق. بالضبط. نائل انت بتشجع برشلونه زي ما حكيت بداية الحلقة برشلونة صح؟ لا تغير كلامك. لا تغير كلامك بالآخر. طيب بدي أعرف السبب إنه ليش يعني هسه إحنا بدنا ناخذك كفئة ممثلة لهالفريق اللي بيحبوا هذا الفريق برشلونة، ليش اخترت برشلونة؟ هلا هو أنا خلينا نقول في البدايات أنا كانت عشان نكون واضحين يعني كان بداياتي مع فريق ريال مدريد، لكن مع الفترات اللي تابعتها قديما مش حاليا نقول انه حسيت انه في انا كمشجع ريال مدريد انه عم بطلع بدي اشوف اللعب الحلو، بدي اشوف الفن الحلو في اللعب، بدي اشوف اللاعب اللي انا بفتخر انه بيلعب قاعد وبدي اياه وشجعه انه مستواهم بلش يتراجع، خصوصا احيانا مع خسارة الفريق للاعبين مميزين. نقول مثلا في ريال مدريد لما كان في زين الدين زيدان ورونالدو اللي كانوا تيم واحد، يعني خروجهم من الفريق ممكن عمل تفاوت في المستوى بين اللاعبين. فأنا كمشجع بطلع على هاي إنه والله فريقي نزل مستواه، فأكيد غيرت على هاي. لا إحنا بدنا نرجع لك، بدنا نأخذ فاصل عن نفس موضوعنا وبنرجع نكمل مع مشاهدينا. أحزاب فاعلة وحوار دائم وزيادة مشاركة المواطنين في صناعة مستقبلهم. شعبنا واعي، شعبنا قد المسؤولية، وشعبنا يعرف تماما انه مصلحته وامنه وكرامته ومستقبله هي عندي فوق كل الاعتبارات. ورجعنا معكم مشاهدينا. طبعا كان معنا مادة إعلانية هي ما بتخص طبعا موضوع حلقتنا، بس كان معنا فاصل حتى نريح في ضيوفنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد. أهلا وسهلا فيك رامي. رامي بدي تحكي لي وللسادة المشاهدين شو برأيك الفرق يلي صار من ناحية التعصب بين وقت الحالي زمان وحاليا الحاضر والماضي؟ هسا بدك تحكي قبل 2003 بدك تحكي قبل ما تبلش. طب ليش يعني قبل 2003؟ ولأنه بعد 2003 ظهرت القنوات اللي بتبث زي ما حكى زميلي انه صارت قنوات تبث دوري اسباني وما دوري اسباني، ما كانت الناس تحضر. صحيح. كانت على الصحف، عشان هيك كانت متابعتها اقل. كان وين التعصب عندنا هون؟ كان محلي. وحدات فيصل من السوالف هاي. هسه بعد ما صارت الثورة الإعلامية صارت كل الناس مالتها برشلونة ومدريد، برشلونة ومدريد، صرت تشوف أولاد صغار برشلونة ومدريد. صح. فخفت محليا، طبعا هذا أفضل إنها خفت محليا. خفت محليا وهذا أفضل إنها طبعا تخف محليا وصارت عالميا. صارت عالميا. فخار كسر بعض. فخار كسر بعض. هو يعني المفروض إنه الواحد يكون أكثر وعي يعني بهذا الموضوع، إنه يعني فيش داعي إني أعمل مشكلة وأقيم قيامي أنا عشان فريق خارج بلدي. حكم كثير من المعلقين كانوا يحكوا انه ما بصير المشاكل هاي التعصب ولا شيء، اخر التعليق شو يكتب؟ خاوى برشلونة، يعني انه لسه متعصب، بيحكي انه ما بدنا المشاكل هاي، ما بدنا الظاهرة هاي والتعصب والتشدد بالموضوع هذا، واخر شيء برجع بيحكي لك انه برشلونة ريال مدريد بالطريقة هاي. بدي اسمع منكم بس هيك يعني شغلة بسيطة عن الحلول، شو رأيكم الحلول؟ هلا مش راح نلغي الرياضة ومنمنع الرياضة، بس حتى نخفف من الظاهرة هاي. الحلول من ناحية انه يعني زي ما تفضل زميلي مصطفى، انه هسه احنا الرياضة معروفة عندنا انه روح رياضية، انا بلعب
وبحضر مباراة حتى اشوف الروح الرياضية، صح ولا لا؟ مظبوط. طيب هسه يعني هذا الاشي احنا كيف بنعكس على شبابنا قاعد؟ شو برايكم هاي الحلول اللي احنا ممكن نطرحها من خلال برنامج شباب بوك للشباب؟ هلا انا في بس قبل ما ادخل في الحلول في نقطه بس حاب انوه لها، اللي هي اللي حكيتوا عنها بين الحاضر والماضي. هلا هي هي النقطه انا برايي انه بخالف رامي فيها بشوي صغيره، انه احنا زمان قديما ما كان في عندنا بالبيت الا بس انا في البيت قاعد وبحضر هالمباراه وابصر ايش. هلا صار في احنا عندنا وسائل اخرى عم بتساعد انه اتوجه لها، مثلا نقول الكافيهات، توجه الشباب لها كجروبات كمجموعات للكافيهات، دخولك على الكافيه. يعني انا صارت في فوبيا بالكافيهات. صارت انا في عندي موقف انه من فتره كنت انا في احد الكافيهات، دخلت عليه، انا دخلت على الكافيه زي كان انا داخل على الاستاد يعني. يعني انه مش مهيئ انه لمشاهده الشباب بدخلوا في اثاره في طبعا على عفوا مقاطعتك بس على الموضوع هذا، انتم الاثنين بكونكم مشجعين لفرق معينه وبتحضروا بكافيات، عمركم تعرضتوا لموقف مشكله حدا ضربته حدا؟ صراحه انا بالنسبه لي في الكافيهات ضربت، يعني بحاول انه الكافيهات اللي نختارها تكون كافيهات ممكن يعني تعرض المباريات، بس انت عارف انه طبيعه الاشخاص اللي بيستقبلوا محافظه على طبيعه الزبائن اللي تدخل على ما في حماس هيك صح. هلا اكيد مضبوط، بس يعني انه انت كيف ترجع لك كشاب نظرتك بلاش على الكافيه. ممكن انا عندي التكنولوجيا وفرت لي اني انا اجيب شاشه LCD مع اشتراك شهري على القنوات الرياضيه، واني احضر في البيت انا واضل مرتاح. رامي انا شفت والله، بس ما انا ما ضربتش في الكافيه. رامي انت ليش حيرت ما ضربت في الكافيه؟ ما ضربت في الكافيه لا. بس انا شفت، لان انا بميل لمدريد بس مش كثير متعصب انه اروح مش متعصب يعني مش حافظ اسماء لعيبه واشياء زي هيك، ما خفيف يعني. هلا انا اليوم كنت عند الكوافير، انا تزعلش مني، حكى لي انه برشلونه خد حتى النخاع، قعد يعدد لي اللاعب شو صار معه وكيف تعرض لموقف، كيف انضم للفريق وكيف اجى الجول الفلاني وعدد اهدافه، كل فريق يعني هذا اسمه هوس. احنا مش انه ما عم نحكي انه غلط او شيء زي هيك، بس انه ما يكون في اطار المشاكل والمشاحنات والاشياء هاي. هلا بالنسبه للنقطه اللي انت حكيتها مصطفى اللي هي التعصب، احيانا اللاعب نفسه لما نشوف انه في تعصب من نفس اللاعب لفريقه احيانا، هل انه راح يكون هذا الشيء نفس الشيء بينعكس على الشاب؟ في هذا الموضوع ممكن انه نقول الشاب اللاعب نفسه، يعني لعيبه كره القدم خصوصا الاوروبيين يعني الكلاسيكو محترفين، يعني الكره القدم لعبتهم، فبتلاقي احيانا بوقع عقود باستمرار، عقود مثلا بمبالغ كبيره، فبصير في عنده استماته انه يشد حيله انه يجيب النتيجه، لانه هو مدفوع له مقابل انه يحقق هذا الانجاز. هلا احيانا التصرف السلبي، انا في نقطه بلاحظها بشوفها من متابعتي للمباريات، لاعبين احيانا تلاقيه بيكون في الملعب يعني بسبب اصابه لزميله في الملعب، بيقوم اللاعب يصير بده يتشاحن هو زميله الاخر. هلا هذا نظره المشاهد الجمهور داخل الملعب. لما انا اكون برشلونه والصديق لي زي مثلا ريال مدريد، اذا انا متعصب كثير للموضوع بطلع على لاعبي، والله لاعبي قام ضرب اللاعب الثاني، فانا بهي الحاله ممكن انا كجمهور اروح اتعرض للجمهور الثاني وتصير هاي المشاحنات. طيب طبعا الوقت ضيق وكان بدنا يعني نائل ورامي نحكي عن الموضوع هذا اكثر. ما شاء الله عنكم يعني افدتونا معلومات وفتوا الجمهور. كلمه اخيره يعني كلمه اخيره وحتى نكون فقره الفيسبوك هلا هي بشكل سريع. انا بالنسبه لي عشان نجمع الحلول مع الكلمه، يعني الحلول برايي انا بنظر لها انه اول شيء رؤساء الانديه، الجمهور اللي بيسبب مشاكل لفريقه يجب انه يتم فرض عقوبات عليه، نبعد الامر انه ما يصير مشاحنات. احنا كجمهور نكون جمهور حضاري. الرياضه معروفه، كلمتي الاخيره للشباب ونصيحتي للشباب انه احنا الرياضه فن وذوق وروح رياضيه، شعارنا لازم يكون الروح الرياضيه، نبعد عن التعصب، نبعد عن المشاحنات، ونخلي الرياضه حامله شعار شفافيه واضحه، ما ندخل امور سياسيه ماليه فيها، ونخليها رياضه نظيفه ونشجع بكل روح رياضيه. وبدعو الشباب انه ان شاء الله دائما نكون احنا الشباب متحلين بهاي الروح الرياضيه. انا بالنسبه لي باختصار الرياضه فوز وخساره، بكره اليوم بتفوز بكره بتخسر. زي ما انت مبسوط
التجارة تجارة. طيب يعني الفريق اللي بيفوز اليوم تلاقيه بس بخسر حيخسر يعني دائما مستحيل تظلك تفوز. طيب شكرا لك وشكرا لك يا رامي، العفو، شكرا شكرا لك لكم. نايل. مشاهدينا بدنا ننتقل لفقرة الفيسبوك حتى نشوف التعليقات والآراء اللي وصلتنا، وأيضا نعرض صفحاتكم وجروباتكم على الهواء مباشرة. كونوا معنا.